طيب كويس، حد من عمال المحل اهو. مين؟ الاستاذه وداد. طبعا استاذه وداد الدمرداش. مساء الخير يا استاذه وداد. نور، ازيك يا استاذ محمود؟ كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك انت طيب، بس مش مناسبه عيد العمال. طب قولي بقى، امال ايه بقى، في ايه؟ لا يعني كل سنه وانت طيب، ان يمر علينا يوم حلو ولا حاجه يا رب. استاذ محمود، يوم يعدي علينا بخير بدون كوارث كده. لكن بمناسبه عيد العمال يا جماعه، ما حدش يتكلم في عيد عمال ولا حد يجيب السيره دي خالص السنه دي. والعمال قاعده يا استاذ محمود النهارده قاطعين السكه الحديد، وبقالهم 3 شهور ما بيقبضوش، ومفيش خامات، مفيش شغل، ومفيش وزاره. احنا بلد النهارده بلا وزاره وبلا مسؤول وبلا اداره، كلها بلا اداره كامله. عايز اعرف فين الاداره المصريه والناس النهارده. امال لا، انت يا استاذه وداد كان احساسك ايه والرئيس بيقول في خطابه في عيد العمال في الحديد والصلب، مصنع الحديد والصلب، انه لن يشرد عامل في ان شاء الله يا استاذ محمود. انا بقول له يبقى انت مش عايش في مصر، وروح النهارده وبريات سمنود هتلاقيهم قاطعين السكه الحديد وقاعدين 3 شهر ما يقبضوهوش. الشهر اللي هو بدا اللي هو 1 مايو ده 3 شهر المرتبات بتاعتهم ما تروحش. عندك سجاد المحله اللي ما حدش سائل فيهم، بيشحتوا القبض بتاعهم كل شهر من الصندوق بالمذله، بيقبضوا الشهر في قلب الشهر الجديد. تمام. شوف يا استاذ محمود، شركه غزل المحله النهارده اللي بنلطم على وشنا كلنا احنا كعمال وبنجري، ورئيس النقابه العامه اللي بيحارب لوحده النهارده ومش عارف يقابل وزير الاستثمار. من ايام المجلس العسكري كنا اتفقنا ان في 30 مليون دعم لاجور العمال في الغزل والنسيج من تبع وزاره الماليه. راحوا وزاره الماليه يجيبوهم، بقى لهم شهرين بيتجلوا او 3 شهور، عما بيجيبوهم والاخر قال لهم انتوا مكانكم مش عندي، انتوا مكانكم وزاره الاستثمار. انا عايز اعرف هنترمي على مين ومين؟ احنا كنا جايبين ايه يعني؟ حصل ثوره ليه؟ حصل انتخابات ليه؟ المفروض اللي هي برأي الصندوق اللي الواحد كره كلمه صندوق بسبب قله الصندوق. النهارده انا بقول دكتور مرسي، يعني مش عايزه اكرر الكلمه اللي انا دايما اقولها، انا لا اعترف بك رئيس، لكن كبني ادم كدكتور جامعه على عيني وراسي، لكن رئيس اسفه جدا لغايه. ليه يا استاذه وداد مش عايز تعترفي بيه كرئيس؟ انا مش حاسه ان في رئيس في البلد. ده رئيس جماعه، ده رئيس عشيره، ده رئيس حد تاني. لان انا نفسي سقطت شرعيته عندي بالنسبه لي كمواطنه مصريه. عند ما طلع يا استاذ محمود الناس بتقول يعني عشان ما اعرفش ايه او راح فين أو لا، الناس مش واخده بالها من نقطه مهمه قوي. الراجل ده خد شرعيته من ميدان التحرير، اللي كان ايام ما كسب الجوله او الله اعلم اتاخدت ازاي. تمام. وقال لك انا مش هقسم اليمين قدام الدكتوراه، ده انا راح اقسمه في ميدان التحرير. قسم الشعب 2 يا استاذ محمود عند ما طلع انام الاتحاديه في وسط انصاره. هو ده شعبه، دول شعبه، ال5 مليون بتوع شعبه. لكن احنا النهارده الراجل ده سقط يا جماعه، لازم الشعب كله يفوق. لان النهارده الراجل ده لما يقوم الشعب على بعضه النهارده يا استاذ محمود، لما بيكون في مواجهه ما بين الاخوان المسلمين او الشباب الليبرال، الشباب الثوري، النهارده اللي بيمسك واحد من الثاني بيموتوه بعض. يعني انتوا عارفين مين يتسبب في النقطه دي؟ احنا بنتكلم وعمالين نغني والاعلام عمال يشتغل في حاجات يعملوا حادثه من شكل ويعملوا قرارات هبله من شكل عشان يتوهوا الناس ويتوهوا الشعب عن الحقيقه. النهارده الراجل ده تسبب ان الشعب المصري كله بيضرب في بعضه، وهو اول من المتسبب الوحيد. سيبكوا بقى من المرشد وسيبكوا ما اعرفش من مين اللي وراه مرشد يا جماعه، ما يلزمناش ولا ورانا حد. انا ماليش علاقه غير بالراجل اللي المفروض اتفرض عليا بناس خدوه بعصير الليمون وخدوه بان غذا ما اعرفش مين، ولكن احنا في الاخر ما غزناش على نفسنا. تمام. النهارده يا استاذ محمود بقول له يا دكتور مرسي، كاحترام الشخص دكتور، بس دكتور جامعه، اكتر من كده ملوش عندي. سقطت شرعياتك. كل يوم لما واحد مسلم يموت اخوه المسلم انت سقطت شرعياتك، ومكانك السجن، مكانك المحاكمه، مش هنقول لك مكانك الاعدام. احنا عايزين محاكمه عادله زي ما طلبوا لمبارك محاكمه عادله الشعب كله بحق ربنا. احنا عايزين الراجل ده، انا ما اعرفش ده قاعد بره ليه. انا عايز اعرف الراجل ده قاعد بره ليه، والجيش المصري سايبه ازاي؟
قعدوا يغنوا الاغنيه اللي كان طعمها حلو، يسكت يسكت حكم العسكر يا استاذ محمود، وشبابنا الغلبان اللي ما كانش فاهم حاجه، اللي ينقصه الخبره، ولو انه عمل معجزه. وانت يا استاذه وداد يعني انت تستحقي طبعا بجداره، بمناسبه جرأتك دي تستحقي انك تكوني يعني، وده حقك اللي خدتيه، بص يا انك استاذ من محمود، ما اهم 100 بياخدش سيده الروح جريئه في يا العالم. استاذ محمود، نعم. ما بياخدش الروح غير اللي خلقها. طيب بس انا بس متحفظ على انت تطالبي الجيش المصري، بتقولي ساكت ليه؟ طب الناس ساكته ليه؟ ما هو الجيش المصري ملوش دعوه. يا استاذ محمود، النهارده اللي بيحصل في اي مسيره النهارده من اعتداءات بوحشيه وبرشاشات وبخراطيش وبالشوم، والستات تتضرب يا استاذ محمود. النهارده احنا مش هنعيش في دوله ارهاب، احنا مش هنعيش في دوله ارهاب، وما عايزين يصنفونا دوله ارهاب. احنا مش هنسمح كدوله ان احنا نكون دوله ارهاب ابدا. طب مش هنعيش متعدي. النهارده الرئيس ده اما يبقى رئيس يا استاذ محمود، النهارده اما الاقيه بيحترم راي القضاء وبيحترم السلطه القضائيه، تمام، وبينفذ احكام القضاء، تمام. عمالين كل من هب ودب يطلع يهدد امن البلد واستقرار البلد، يقول لك نروح نحاصر القضاء ونروح نحاصر القضاء في منازلهم، اصل فاسد. ما انت لو عندك حد فاسد ما معاك ورق عليه، معاك حاجه عليه، ما تقدمه للنيابه. استاذه وداد، ولا هي يعني ايه؟ تمام. استاذه وداد، يعني كلميني باختصار كده في حدود ان احنا بنتكلم في التليفون على ماذا تسبب حكم الرئيس محمد مرسي من اذيه للعمال في خلال ال10 اشهر دول، عشان نقدر نحاسبه عليهم. تسبب في ايه يا استاذ محمود؟ ايه اتأذوا في ايه العمال في فتره حكم الدكتور مرسي؟ اولا يا استاذ محمود، اخوانه الدوله، تمام، وجميع المؤسسات النهارده، اخوانه وزاره القوى العامله، اخوانه اتحاد عمال مصر، تمام. مش هنسمح احنا هم يحاولوا في شركه غاز المحل يا استاذ محمود، وبقولها وكلهم سامعيني. ايوه. كل قياداته في الغربيه عندنا سامعيني، ان شاء الله بنصر الله وبفضل الله تعالى وبفضل عمال غاز المحله الابطال الشرفاء طبعا على جثثهم، لو حد فيهم قرب يجي هناك وادينا لهم قلم مظبوط قوي وجبنا اللي احنا عايزينه وابعدناهم تماما عن الاداره، تمام. النهارده هو يجي النهارده يشوف اللي احنا عندنا اقسام قاعده يا استاذ محمود، ما بنلاقيش الخامات. احنا بنقبض من مرتبات الخامات، المرتبات بتاعتنا بنقبضها من فلوس الخامات يا استاذ محمود، من فلوس القوطي. عما يجي غير يعني عندك شركه رابرات واقفه، شركه سجاد المحله واقف، ما بيقبضوش، بيروحوا كل في حاجه اسمها صندوق بيذللوا كل شهر، يقبضوا الشهر اللي فات في الشهر الجديد. قول لي بيحتفل زيه. وبعدين هو اجدع من مبارك عشان احنا نروح له القصر بتاعه او يروح يخطب في القصر بتاعه. هو خايف من ايه؟ انا النهارده بقول له يا دكتور مرسي انت خايف من ايه؟ في مكان للعمال لهم بيت بفلوسهم، البيت بتاعهم اللي اسمه اتحاد عمال مصر ده بفلوس العمال، ده بيتهم اللي كان مبارك ما بيروحش يخطب غير هناك في وسط القيادات العماليه النقابيين. ما كانش في وسط النقابات العمال ولا حاجه، ولكن هو معروف. يعني هو النهارده ناس من حلوان وهنا 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 وعمل احتفاليات، في ناس عمال حقيقيين راحوا ما دخلوش، عشان تكون عارف يا استاذ محمود انت والاعلام كله. في ناس عمال حقيقيين راحوا وهم برضه كانوا منقلين، بس خافوا ان هم يتكلموا في اي مشكله. برضه هو التزييف هو وقله الادب اللي احنا فيها، ما فيش حاجه اتغيرت يا استاذ محمود، احنا اتغيرنا بس للاسوء واسوء واسوء. البركه فيكم يا مدام وداد، البركه فيكم يا مدام وداد. ان شاء الله يا استاذ محمود. يعني الامل في الشعب المصري، امل كبير. ان شاء الله يوم الثلاث الجاي باذن الله في مدينه المحله رد العمال المصريين على مستوى الدوله. احنا طالعين نقول راينا، مش طالعين مظاهره، احنا هنعمل حاجه منظرها حضاري وتوحيد لصف العمال. كل من يعمل في الدوله فهو عامل، من جميع النقابات اللي تخطر على بالك يا استاذ محمود. طبعا كلنا عمال. مؤتمر محترم قوي قوي لغايه اهالي الشهداء في بورسعيد، ما احنا سايبين حد. لا حان الان يا استاذ محمود ان الاخرس ينطق. انا بقول للشعب المصري كده، بلدنا بتضيع، بلاش ضحك على الدقون. النهارده بدنا نروح يعمل لي مشروع في قناه السويس اللي العين محطوطه عليها، بقول له لا والنبي نمي المصانع اللي قافله والعمال المتشرده اللي قاعده على سكه الحديد النهارده. ده رسالتي يا دكتور مرسي. استاذه وداد الدمرداش، القياده العماليه البارزه والحاصله على لقب من اشجع واجرأ 100 ست في العالم،
انا بشكرك شكرا جزيلا. شوف الستات دول جمال والله العظيم، بيبقوا حلوين قوي 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 قوي، ستات جامدين وعملوا مواقف في الانتخابات رائعه. بس اللي بتقوله ست وداد ده بالنسبه للعمال ينقلنا الى حاجه مهمه برضو. في احكام بتصدر وما بتتنفذش.